السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. طبعا فيديو اليوم راح نتكلم عن الانتخابات القادمة في تركيا عام 2023 أو بهذا العام. ما ظل على الانتخابات شهرين. طبعا في ناس تعرف وفي ناس ما تعرف. هناك 6 أحزاب من المعارضة شكلت تحالف قوى المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية وأتباعه. طبعا حزب العدالة والتنمية هو الحاكم للبلاد حاليا، حاكم جمهورية تركيا. طبعا قوى المعارضة شكلت تحالف سداسي من 6 أحزاب، من بينها الحزب الجمهوري، الكل يعرفه، حزب قوي لا يستهان به. لكن الذي صدم هذه القوى بشكل عام أو قوى المعارضة التركية، الصدمة وين كانت قبل شهرين من الانتخابات تم إحلال هذا التحالف السداسي. ما بقى فقط 5 أحزاب. طبعا ال5 أحزاب هاي مي متفقة بيناتها، في مشاكل كثير داخل المعارضة. طبعا هم سووا هذا التحالف مشان يتغلبون على حزب العدالة والتنمية. راح نشوف شلون اعلن حزب الجيد هذا الانحلال. طبعا امور كثيرة حدثت قبل الانتخابات وهذا لصالح حزب العدالة والتنمية. طبعا عنوان الفيديو عندنا انفراط عقد المعارضة التركية قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية أو الجمهورية. خلونا نبدأ الخبر ونفندوا مع بعض إن شاء الله. أعلن الحزب الجيد التركي اليوم الجمعة انسحابه من تحالف المعارضة الرئيسي، مؤكدا رفضه مقترح الدفع بزعيم حزب الشعب الجمهوري ليكون مرشحا مشتركا للمعارضة في الرئاسة المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وقالت زعيمة الحزب ميرال أكشينار أن الأحزاب ال5 الأخرى في التحالف اتفقت على الدفع بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ليكون مرشحا للرئاسة. وبالتالي فإن الطاولة السداسية المؤلفة من 6 أحزاب معارضة باتت لا تمثل إرادة الشعب، يعني شبه انفرط هذا العقد السداسي. وشددت ميرال أكشنار على أن اختيار كليدار أوغلو ناتج عن حسابات صغيرة تتعارض مع مصلحة تركيا العامة حسب قولها. وأوضحت أن حزبها وهو ثاني أكبر حزب في التحالف بعد الحزب الجمهوري لن يرضخ للضغوط الموافقة عليه. واقترحت في المقابل ترشيح كل من بلدية اسطنبول أو رئيس بلدية أنقرة، وكلاهما من الحزب أو من حزب الشعب الجمهوري. وقالت إن استطلاعات الرأي تظهر أنهما سيفوزان بهامش كبير في الانتخابات ضد أردوغان في انتخابات 2023. وانتقدت أكشينار كليجدار أوغلو بحده وقالت إنه لا يريد أن يرى مرشح سوى نفسه. طبعا أكشينار تنتقد أوغلو بشدة وتقول إنه لا يريد سوى وجود نفسه بالحكم أو للترشح للرئاسة فقط بمواجهة أردوغان. وندعو رئيسي بلدية أنقرة وأسطنبول للاستجابة السريعة إلى نداء الشعب وأن يتحملا المسؤولية ويطرح إحداهما اسمه مرشحا للانتخابات القادمة. طبعا تحالف سداسي معارض ضد حزب العدالة والتنمية مع رئيس الحزب الحركة القومية. طبعا هذا الحزب مع أردوغان. حزب أردوغان كله يعرفه قوي، حزب العدالة والتنمية، بالإضافة لحزب الشعب الجمهوري له ثقله. ولكن حتى أن اجتمعت كل هذه الأحزاب المعارضة والتحالف السداسي لن يتمكنوا من التغلب، خاصة بعد هذا الانحلال الأخير أو الانفراط الأخير في التحالف السداسي. بالإضافة انتقاد بين رؤساء هذه الأحزاب، لا وجود لاتفاق من يرشح للصمود أو لمناورة أردوغان في الانتخابات القادمة. طبعا المعارضة اليوم تمر في مرحلة حرجة جدا جدا، وهذا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم للبلاد حاليا برئاسة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. طبعا أصدقائي، أكشينار رئيسة الحزب الجيد طرحت موضوع أنه رئيس بلدية اسطنبول وأنقرة واحد منهم يترشحون للرئاسة لمواجهة الخصم وهو أردوغان. طبعا ما أتوقع يصير هذا الشيء لأن في خلافات كثيرة بالمعارضة، والأيام راح تثبت هذا الشيء. أنا حسب توقعي إذا ظل الوضع هذا بالمعارضة شلون راح
حزب العدالة والتنمية هو يستلم الحكم مرة ثانية. طبعا أمور راح تتغير، خلافات داخل المعارضة. طبعا كان هذا ملخص لانعقاد وانحلال هذا التحالف السداسي. شرحنا شلون نحلل وشنو الأسباب اللي دفعت لانحلال هذا الحزب، وهو من الذي سيتقدم لرئاسة هذه التحالفات لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طبعا أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، ونطلب منكم حطوا لايك، إعجاب للفيديو، شيروا الفيديو هذا، خليه يوصل لأكثر عدد ممكن. قام نتعب على الفيديوهات، أتمنى الكل يستجيب. بدنا نوصل قناتنا لأكثر عدد من المشتركين، من خسران شيء. إعجاب، اشتراك، بارك الله فيكم جميعا. وفي النهاية أتمنى التوفيق للجميع، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.